وقفتنا الأخيرة مثل ما تعودنا في 9:15 راح تكون وقفة إعلانية مع أهم وأبرز إعلانات الصحف الغريبة. لك سيدتي، الحلم أصبح حقيقة. الآن زفات ليس لها مثيل وغير مسبوقة لكبار الشخصيات وبأحدث المؤثرات. طبعا هذه الزفات العظيمة اللي محستني أنه الإعلان إعلان روز رايز ما هو بإعلان زفات، منتشرة بشكل كبير في الجرايد. إعلان زفات VIP، زفات ملكي، زفات 2009، زفات مع الحين صرنا يعني على وشك ندخل 2010، لكن مع ذلك هم مصرين انها زفات 2009. وبعدين ابغى افهم يعني كيف عرف انه هذا حلم النساء في السعوديه انهم يعني حقق لهم اياه من خلال الزفه. لكن حتى بس ما نروح بعيد، هذا الخبر ترى يا جماعه خير، وهذه الزفات باشراف شخصي ومباشر من ابو مشاري. يعني هذا الشيء يبعث على الطمانينه، ويعني انا بصفتي الشخصيه ونيابه عن كل نساء السعوديه واولياء الامور اشكر اخ ابو مشاري على تضحيته العظيمه واشرافه المباشر على الزفات. يعني لا تعليق. يعني هذا الاعلان يذكرني بعدد كبير جدا من الاعلانات اللي منتشره في الجرايد بشكل يومي. اعلانات يعني نفس الشكل كلها وكلها نفس الكلام، تحس ان في شبكه هي قائمه على هالاعلانات تحديدا، في نقابه، في منظمه يعني سريه ما تقدر توصل لهم، ما تقدر تخترقهم. يعني حتى لو انك تسمي نفسك ابو مشاري ابو خالد ما تقدر. يعني هم لهم نمط خاص معين وطريقه معينه في كتابه الاعلانات. يعني وبعدين انا ما ادري ليش يعني يختفون خلف الالقاب. يعني مثلا تجي يحط لك سيارات مستعمله للبيع او نشتري جميع السيارات، على بالك تبغى تعرف مين؟ لا يا حبيبي، ابو فهد. يعني مستحيل انك توصل ابو فهد هذا. يعني انا اتخيل ابو فهد يكون مثلا حاط كذا، تروح تقابله حتى لو انت مثلا جيت تبي تسوي كمين في ابو فهد، تبي تعرف مين ابو فهد، واتصلت عليه قلت ابو فهد انا عندي سياره للبيع، بيجيك ابو فهد تظن انه بيجيك بشكله الشخصي؟ لا طبعا، بيجيك كذا، بيجيك وين السياره؟ طبعا انت بتضطر انك يعني بتشعر بنوع من الارتباك. وهذا هو الهدف تحديدا من منظمه الاباء هذه المنتشره في الجرايد، ابو فهد وابو مشاري وابو خالد. اتمنى انه يسعفنا الحظ صراحه في حلقه قادمه من حلقات انه نستضيف احد هالشخصيات العظيمه اللي اثرت صراحه الساحه الاقتصاديه، ويعني كان لها دور كبير في تخفيف عبء الازمه الماليه العالميه على المملكه العربيه السعوديه.